السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم الدكتور محمد منصور وفيديو جديد من قناة البيطار، القناة اللي بتساهم فيها معانا من خلال تعليقاتك اللي بتساعدنا في تقديم محتوى افضل وافكار لفيديوهات جديدة. فيديو النهاردة هو اجابة لسؤال من اسئلة المتابعين اللي جت في التعليقات، وهي لو عايز يربي دجاج بلدي بياض ودجاج فيومي في البطاريات، فايه افضل ارتفاع مناسب للبطارية، وايه هي المساحات اللي تربي 200 فرخ، وكمان ايه الفرق ما بينها وما بين التربية الارضية، يعني ايه افضل في التربية وايه اللي هيوفر معايا، وكمان تركيب البطارية. يعني لو حضرتك عندك بطارية بتربي فيها تسمين وحابب تنقل للبياض، هل البطارية تنفع ولا لا؟ كل ده هنجاوب عليه النهاردة ان شاء الله في الفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو، بس قبل ما ابدأ يا ريت تذكر الله وتصلي على النبي، ولو مشتركتش في القناة تشترك عشان تشوف باقي الفيديوهات، وتفعل الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة هي عيوب البطاريات. حابب إن أبدأ بعيوب البطاريات علشان المربي المبتدئ اللي هياخد القرار في التربية وحابب إن هو يعرف المميزات والعيوب، لازم يبقى ملم بكل العيوب قبل المميزات علشان يعرف هل يقدر يتغلب على العيوب دي ويقدر يكمل في التربية ولا يتجه للتربية الأرضية، لأنه لا قدر الله لو حصل له أي خسارة في البداية بتوقف مشروعه تماما، ما بيقدرش يكمل. فعلشان كده هبدأ لك بالعيوب، وحضرتك هتقرر بعد كده تقدر تكمل في البطاريات ولا تتجه للتربية الأرضية. أول حاجة معانا في عيوب البطاريات هي التكلفة. حضرتك لو مربي لسه مبتدئ وحابب تاخد الخطوة في بدء المشروع، بيبقى مع حضرتك مبلغ معين يكفي لتربية 100 200 500 فرخ. فالمبلغ ده هتحتاج عليه مبلغ إضافي علشان تجهز العنبر أو الغرفة أو المكان اللي هتربي فيه بالبطاريات الحديثة اللي تستحمل أو تشيل معاك ويبقى عمرها كبير. رقم 2 في العيوب هي المساحة بتاعة المكان. تقدر حضرتك تربي الدجاج البلدي أو البياض في أي مكان في أي مساحة بأي ارتفاع، ولكن البطاريات زي ما حضرتك عارف بتبقى مكونة من 3 ل4 أدوار، فلازم تحتاج غرفة ارتفاعها فوق ال3 متر، بداية من 3 متر لغاية 5 متر. لو حضرتك بتربي في عنبر أو حابب تنشئ عنبر، لازم يبقى ارتفاع العنبر من 3.5 ل5 متر، وده يرجع لأن ارتفاع البطارية الواحدة بيكون حوالي من متر 80 لغاية 2 متر. بتكون البطارية زي ما هنعرف بعد كده في مكونات أو تركيب البطارية، البطارية بتكون 4 أدوار، الدور الواحد بيكون 50 سنتي. فعلشان كده الارتفاع زي ما قلت لك لازم يبقى على الأقل 3 متر. رقم 3 في العيوب هو إن أنت وأنت بتربي دجاج بياض في النهاية بتربح أو بتلم رأس مالك من خلال إعادة بيع للطيور بعد انتهاء البيض. فعلشان كده يهمك إن الفرخ يكون شكله كويس، لأنه في النهاية بيتباع بالفرخة أو بالحبة زي ما بيقولوا، ما بيتباعش بالوزن. فلازم يبقى شكل الفرخ كويس، ما عندوش أي عرج في رجله بسبب السلوك طبعا بتاعة البطاريات، ساعات بيحصل عرج في الرجل، كمان بيحصل تنتيف في الريش بسبب النوم على السلك وبسبب البطارية. ساعات تلاقي الفرخ كده في نهاية الدورة من التربية بتاعة البطاريات الريش بتاعه واقع، والفرخ كده تحس ان هو قالش، فعشان كده بيقلل من سعر إعادة البيع. طبعا نقدر نتغلب على المشاكل دي، هنقدر وهقولك بعد كده ازاي من خلال الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. عشان كده اشترك في القناة لو ما اشتركتش عشان تتابع كل الفيديوهات اللي هتنزل أول بأول. رقم 4 في العيوب وهي صعوبة التحصين. لو حضرتك هتربي فوق ال1000 فرخ وهتعمل عنبر مكون من بطاريات، فلازم تعرف ان في حاجة اسمها تحصينات، ودي غير الأدوية. اتكلمت في فيديو قبل كده عن التربية من عمر يوم لغاية الإنتاج، وعرفتك إن في أثناء هذه الفترة بيبقى في تحصينات لازم تتاخد بشكل دوري، ومنها تحصين الجدري أو اللي بيسموه بوكس. والتحصين ده بيتعمل عن طريق الوغز في الجناح. فحضرتك بتمسك أو العامل اللي معاك بيمسك فرخ فرخ يحصن الفرخ في الجناح بتاعه، فبيبقى في صعوبة في التحصين وصعوبة في مسك الطيور واحدة واحدة من خلال البطاريات طبعا بسبب ضيق الارتفاع بتاع الدور أو ضيق المساحة. فعشان كده بيحصل بهدلة للفراخ وبيبقى الموضوع أصعب شوية من التربية الأرضية. نفس العيب ده بيكون في تربية التسمين، إن حضرتك بيبقى فيه صعوبة في التسكين في أول الدورة وصعوبة كمان في البيع في نهاية الدورة بسبب نفس المشكلة. العيب اللي بعد كده هو التزاوج أو التفريغ.
لو حضرتك بتربي لغرض إنتاج الكتاكيت وهتسيب الديوك مع الطيور علشان يحصل تكسير ويحصل إنتاج بيض مخصب ويحصل تفريخ، وده شائع جدا في السعودية. كل المربين هنا بيكون عندهم فقاسة أو مفرخ بيفرخوا فيه الكتاكيت وبيعيدوا إنتاج وبيعيدوا البيع، وبيبقى عندهم أكتر من مصدر للربح. علشان كده لو انت حابب ان يحصل فيه تزاوج لازم تربي التربية الأرضي، وما يفضلش ابدا تربي في البطاريات، لان في البطاريات بندخل في نقطة مختلفة وهي التلقيح الاصطناعي. والتلقيح الاصطناعي نبذة بسيطة عنه هو ان انت بتربي الديوك في مكان والاناث في مكان، وبعد كده بيتم تجميع السائل المنوي من الديوك بشكل يدوي، وبعد كده نحقنه في الدجاج عشان يحصل تكاثر. طبعا العملية دي بتحصل في المزارع الحديثة، وهي أفضل بكتير جدا من التزاوج على الأرض، ولكن بيكون تكلفتها عالية وما تقدرش حضرتك إن أنت تستحمل تكلفتها أو تقوم بيها بطريقة صحيحة أو عامل مدرب على الموضوع ده. فعشان كده لو حابب إن يحصل تزاوج ما بين الديوك والإناث لازم تكون التربية الأرضية. النقطة اللي بعد كده معانا في العيوب، وهي إن البطاريات بتحتاج لوعي أعلى ومعرفة بالتهوية بشكل كبير جدا، بتحتاج لمهارة عامل، وبتحتاج لخبرة كبيرة زي ما قلتلك في التهوية وفي التبريد في فصل الصيف. لأن زي ما هقولك برضو في المميزات إن المساحة اللي تقدر تربي فيها 1000 فرخ في التربية الأرضية بتربي فيها 5000 فرخ في التربية بتاعة البطاريات. علشان كده بتحتاج لمجهود أعلى في التهوية في فصل الصيف، وكمان التبريد في فصل الصيف. فحضرتك بتبقى لازم يكون العامل اللي موجود على علم ووعي ومهارة وتدريب عالي جدا عشان ما يحصلش أي مشاكل أو يحصل أمراض تنفسية في المزرعة. نروح للنقطة اللي بعد كده من العيوب، وهي صعوبة التنظيف بعد انتهاء الدورة. صعوبة التنظيف بعد انتهاء الدورة بيرجع لأن المساحة في البطاريات العامل صعب إن هو يدخل بإيده في كل مكان أو في كل جزء من أجزاء البطارية وينظفه، سواء كان بينظف بالسلك أو بالفرشة أو أيا كان. فعشان كده بتحتاج لمكنة تنظيف بضخ المية أو بضغط المية اللي هي مكنة الكاتشر. فلازم قبل ما تبدأ تربية البطاريات يبقى مجهز مكنة زي كده، أو بقى حضرتك بتتعامل بالتنظيف اليدوي، بس بيبقى فيه صعوبة ومجهود ووقت كبير جدا غير التربية الأرضية اللي بيسهل فيها تنظيف الحائط والأرضيات وتنظيف العنبر بشكل أبسط. نيجي لآخر نقطة معانا في العيوب، وهي الأعطال والصيانة. طبعا التربية الأرضية بتختلف عن التربية في البطاريات، لأن البطارية زيها زي أي آلة ممكن يحصل فيها تلف أو عطل أو يحصل فيها كسر، وبالتالي المشكلة الأكبر لو حصل العطل ده أثناء الدورة وأثناء فترة التربية بيبقى تصليحها مكلف وبيحتاج لوقت ومجهود طبعا. فعشان كده لازم يحصل صيانة مستمرة للبطارية. أي جزء يتلف فيها تركبه، أي جزء ينكسر يتم لحمه بصورة دورية وبصورة مستمرة ومتابعة عالية جدا للبطارية. ايه المميزات اللي بتوفرها لنا البطارية؟ رقم واحد هو تقليل العمالة. طبعا البطاريات بتقلل بشكل كبير جدا من العمالة داخل المزرعة، لأن المتابعة بتكون أسهل، وسهولة الوصول للعلف والمية وجمع البيض بيكون أسهل بكتير برضه من التربية الأرضية، فبالتالي ده بيقلل معانا من التكلفة. رقم اتنين هي سهولة متابعة العلف والمية ومتابعة صحة الطيور. العامل الواحد يقدر يوصل لمجموعة كبيرة من البطاريات ويقدر يشوف كل الطيور اللي جوه البطارية، الطير اللي بيروح للعلف والمية أو الطير اللي عنده خمول وبيتجنب الوصول للعلف والمية. ده بيقدر يميزه بسهولة عن طبعا التربية الأرضية اللي بيكون فيها الدجاج مكدس فوق بعضه. فبالتالي يسهل عزل الطيور التعبانة يا إما في دور لوحده من بطارية يا إما في بطارية لوحدها خالص، ويسهل علاجه ومتابعته. رقم 3 في المميزات هي سهولة جمع البيض. زي ما سهل تتابع العلف والمية وتتابع صحة الطيور، كمان سهل تجمع البيض من البطاريات وبتحصل منها على بيض نظيف، بعكس البيض اللي موجود في التربية الأرضية. لأن البيضة في التربية الأرضية بتنزل على الفرشة وبتتلوث من المخلفات وبتتلوث من السبلة، وده بيحتاج منك مجهود لإعادة تنظيفها علشان تبيعها للسوبر ماركت أو الهايبر اللي هتسوق له. ولكن في البطارية أو في تربية البطاريات بتحصل على بيضة نظيفة، لأن بمجرد البيضة ما بتنزل بتلاقيها بتميل على الزاوية المايلة بتاعة البطارية اللي هي بتكون طبعا 15 درجة. بيبقى فيه ميول كده في البطارية بميل 15 درجة، زاوية 15 درجة بتنزل عليها البيضة وبتوصل للمجرى بتاع جمع البيض. وطبعا لو البطارية شغالة اوتوماتيك البيض بينسحب لبره بشكل اوتوماتيك، ولو البطارية يدوي العامل بيدخل يجمع البيض منها بشكل سليم جدا. رقم 4 في المميزات هي تقليل الهدر في البيض.
لأن طبعا زي ما حضرتك عارف إن البيض المتكسر بيتباع درجة تانية أو بيتباع بسعر أقل من البيض السليم، فبالتالي البطارية بتمنع إن الطيور توصل للبيض وتكسره أو عادة أكل البيض زي ما بيسموها. والعادة دي بتحصل في الطيور أو في التربية الأرضية، لأن كل ما البيض اتساب فترة أطول قدام الطيور ده بيشجع الطير إن هو ينقر فيه ويكسره، ولو أكل بيضة في مرة هتلاقي الموضوع بقى عادة عنده، وبقى فيه عادة أكل البيض بين القطيع، ودي بتعمل معاك خسائر وبتعمل معاك مشاكل. رقم 5 وهي تقليل انتشار الأمراض بين القطيع. تقليل انتشار الأمراض بين القطيع بيرجع لأن كل الطيور اللي موجودة في البطاريات ممنوعة توصل للسبلة بتاعتها، لأن مجرد ما السبلة أو البراز بينزل من الفراخ بيجي على الدرج بتاع السبلة، أو بيجي على السير بتاع السبلة لو البطارية دي بينسحب منها السبلة بشكل أوتوماتيك. فعلشان كده بيكون العنبر عندك كله نضيف ومفيش عندك مشاكل معوية، طبعا لأنها بتمنع المشاكل المعوية بشكل كامل. المشاكل المعوية دي زي أمراض الكوكسيديا والكوليستريديا اللي بتنشأ من أكل السبلة، بتنشأ من أكل السبلة أو التنقير في الفرشة، ودي مشكلة بتيجي معاك في البياض بشكل خاص وبتكلفك علاج طول فترة التربية. فبالتالي عشان تمنع المشاكل دي لازم تربي في بطاريات، بتقلل معاك من تكلفة العلاج طول الدورة، وكمان بتمنع الأمراض وبتمنع انتشارها بين القطيع. الميزة اللي بعد كده هي تقليل تكلفة النشارة والتدفئة في فصل الشتاء. طبعا زي ما حضرتك عارف ان لو انت بتربي تربية ارضية فانت محتاج تحسن من جودة الفرشة، فبالتالي بتضيف نشارة او تبني طول باستمرار يعني طول فترة التربية والانتاج. ولكن في حالة البطاريات انت ما بتكلفش التكلفة الزيادة دي في النشارة، وكمان بتقلل من تكلفة التدفئة، لان العنبر عندك اللي بيكون شايل 1000 فرخ في المساحة في التربية الأرضية بيكون شايل 5000 فرخ في التربية البطاريات. فبالتالي يسهل إن أنت تدفي المكان، لأن لو هتستخدم تدفئة لمساحة 200 متر، هنا تقدر تستخدم التدفئة لمساحة 50 متر فقط، فبالتالي بتقلل معاك من تكلفة النشارة وتكلفة التدفئة في فصل الشتاء. الميزة اللي بعد كده إن البطارية الواحدة بتشيل 5 أضعاف التربية الأرضية. زي ما لسه ذكرتلك إن لو حضرتك بتربي 1000 فرخ في التربية الأرضية تقدر تربي لغاية 5000 فرخ في تربية البطاريات، فبالتالي ده طبعا بيوفر معاك في إيجار المكان. نروح للنقطة اللي بعد كده وهي أفضل أبعاد أو قياسات مناسبة للبطارية. أو السؤال اللي بيجي بشكل تاني وهو لو عايز بطارية تشيل 200 فرخ بياض، البطارية بيكون سعرها كام وأبعادها أو قياساتها بتكون قد إيه؟ طبعا عشان أجاوب على الموضوع ده لازم نقسمه لنقطتين. أول حاجة هنتكلم عن أبعاد أو القياسات القياسية للبطارية أو البطارية الستاندر بيكون شكلها عامل إزاي. البطارية عامة بتكون مكونة من 4 أدوار. ارتفاع البطارية بيكون 1.80 متر، كل دور بيكون حوالي 40 سنتي، وفي فاصل ما بين الدور والتاني بيكون من 10 ل15 سنتي، والفاصل ده بيكون عشان التهوية وتوزيع الحرارة بشكل مناسب ما بين الأدوار. طيب ايه الطول بتاع البطارية؟ الطول بتاع البطارية هو من 100 ل120 سنتي، والعرض أو العمق زي ما بيسموه اللي هو المسافة ما بين الأمام والخلف بيكون حوالي 60 سنتي، ودي مسافة مناسبة علشان خاطر الطيور تاخد راحتها وبرضه توصل للمية وتبقى واخدة مساحتها بشكل كويس. ولو المسافة دي زادت عن كده، لو عملنا بطارية مربعة متر في متر، طبعا بيحصل تكدس للطيور وبيحصل نافق. ولكن أفضل عمق أو أفضل عرض هو 60 سنتي، من 50 ل60 سنتي، والطول بيكون من 100 ل120 سنتي. الارتفاع بتاع البطارية زي ما قلت بيكون 180 سنتي. عدد الأدوار من 3 ل4 أدوار، كل دور بيكون 40 سنتي، وفي 10 ل15 سنتي فاصل ما بين الدورين. نيجي للنقطة التانية وهي لو عايز أربي 200 فرخة هحتاج لهم بطارية بارتفاعات إيه وأبعاد إيه؟ طبعا عشان أجاوب على السؤال ده برضو لازم تعرف إن تحديد الكثافة بتاعة الطيور بتعتمد على المساحة العلفية. عندك التري أو عندك الدرج بتاع العلف كل 7 سنتي منه بتشيل طائر واحد، فبالتالي الدور الواحد يقدر يشيل لغاية 12 فرخ في عمر كبير في عمر الإنتاج، من 8 ل12 يعني بناء على الحجم بتاع الطيور والوزن، وكمان الرؤية بتاعت حضرتك تقدر ان انت تزود عن كده وتقدر ان انت تقلل عن كده. طيب بالنسبة للتسكين، التسكين تقدر تحط في الدور الواحد لغاية 50 كتكوت او 50 صوص، ولكن بتبدأ كل ما بيكبر في الحجم بتبدأ توزع على الأدوار اللي بعد كده
علشان خاطر تحصل على مساحة كويسة ويحصل على نسبة تهوية أفضل وهكذا. فبالتالي لو عايز تربي 200 طائر في عمر الكبير، كل دور من البطارية بيشيل معاك 12 فرخ. عندك 4 أدوار في 12، يعني البطارية الواحدة بتشيلها حوالي 50 طائر. لو عايز تربي 200 طائر بتحتاج ل4 بطاريات. ال4 بطاريات تقدر تحطهم في الأوضة، والأوضة دي لو كانت بتشيل 20 فرخ بالعافية، دلوقتي تشيل 200 طائر مرتاحين جدا. وتحط ال4 بطاريات جنب بعض، ويكون في مسافة ما بين البطارية والبطارية عشان العامل يقدر يدخل ويتابع الطيور ويتابع المية والعلف والبيض. وكمان يفضل ان انت تسيب مساحة ما بين البطارية وما بين الحائط، يبقى بتحط البطاريات كده جنب بعضها مترصصة في مساحة نص متر او مساحة مناسبة ان العامل يخش ما بين البطاريات، وكمان مساحة ما بين البطارية والحيطة. طيب نروح لنقطة بعد كده وهي خاصة بالاسعار. من ناحية الأسعار أنا هسيب لك رقم موزع في الكومنتات، تقدر إن أنت تتواصل معاه يعمل لك بطارية على حسب طلبك، وكمان تسأله على الأسعار والخامات المتاحة. نروح لنقطة بعد كده وهي تركيب البطارية اللي بتستخدم في إنتاج البيض. البطارية بتاعة البياض بتختلف شوية عن التسمين، بإن الدور بتاعها بيكون فيه ميل 15 درجة أو زاوية ميول 15 درجة، وده عشان البيضة تتدرج وتوصل للمكان بتاع جمع البيض. بيبقى فيها طبعا 4 أدوار زيها زي التسمين. تقدر إن أنت تعملها أقل من كده طبعا على حسب رغبتك، وكمان تقدر تعملها أكتر من كده. البطارية بتكون مجهزة بإدراج لجمع السبلة. الإدراج أو التريهات دي بتكون موجودة لازقة في الدور بتاع البطارية. طبعا تقدر تشيل السبلة باستمرار وتنضفها وترجعها تاني. وفي بطاريات بتزود بموتور أو آلة يدوية لسحب السبلة. طبعا كل البطاريات دلوقتي بينتجوا منها بطاريات حديثة في جمع البيض ودفع العلف وسحب السبلة والمية والتهوية، بيكون فيها تهوية أو تدفئة خاصة بيها. ولكن البطارية البدائية العادية اللي بتتعمل من الحديد، أو تقدر كمان تعملها بالخشب من عند النجار، تقدر تروح لنجار وتخليه يصمم لك بطارية ويحط لك فيها برضو الخط بتاع النبل، خط المية، ويحط لك فيها مكان للعلف وكمان مكان تريهات للسبلة، ويزود لك السلاك والميول بتاع البطارية علشان يقدر البيضة تنزل ما تتكسرش وتنزل على مكان جمع البيض. طبعا في بطاريات دلوقتي زي ما قلت لك بيكون فيها اللوند بتاعة التدفئة موجودة فيها. في بطاريات مزودة بأدوات تحكم طبعا للسحب بتاع البيض والعلف والتريهات بتاعة السبلة والكلام ده كله. النقطة الأخيرة بقى بتاعة التربية زيها زي التربية الأرضية، ويمكن دي أسهل كمان في المتابعة والتحضير، لأن بتبقى الفراخ ملمومة في مكان واحد. بتجيب الكتاكيت عمر يوم أو صيصان وبتسكنها في دور واحد، بتركب شبك أو أسلاك فتحات بتاعتها أقل من الفتحات بتاعة البطارية عشان خاطر الرجول بتاعة الكتاكيت ما تنزلش في الفتحات دي. وطبعا بتركب لندة حرارية ترفع الحرارة من 33 ل 34 درجة مئوية. طبعا درجة الحرارة بتقل بالتدريج على مدار الأيام، وبتستقبل على محلول معالجة الجفاف عادي جدا زي التربية اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديوهات اللي فاتت. كمان كل ما الفراخ بتكبر في العمر والحجم بتاعهم بيزيد، بتبدأ توزع على الأدوار المختلفة، ولكن لازم تاخد بالك من التهوية بشكل جيد جدا. لازم تركب شفاط في أعلى الغرفة أو في أعلى العنبر عشان خاطر يسحب الروائح كل ما الفراخ تقدمت في العمر. وكمان في فصل الصيف الحرارة بتكون زيادة شوية، فلازم تركب خلايا تبريد. لو هتبدأ مشروع البطاريات لازم تركب خلايا تبريد وشفاطات في الغرفة. كم شفاط وكم خلايا تبريد الكلام ده كله اتكلمنا عنه في حساب مساحة خلايا التبريد والشفاطات في التربية المفتوحة. نبقى نعمل فيديو تاني لحساب مساحة خلايا التبريد والشفاطات في التربية البطاريات. لو انت حابب سيبلي كومنت بتاعك، او لو عندك اي تعليق تاني او اي كومنت برضو سيبه في التعليقات وانا برد عليه في فيديو جديد. بس كده، شكرا. لو وصلت لنهاية الفيديو يا ريت تعمل لايك للفيديو ده وتشترك في القناة وتفعل الجرس